السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة أخبار مصر. في البداية بعتذر طبعا إن بداية الفيديو بالمنظر ده، لكن موضوعنا النهاردة عن تبطين الترع. طبعا مجال الري الدولة اهتمت من 2020 بمشروع تبطين الترع. كان الهدف منه توصيل مياه الري في الوقت المناسب وبالكمية المحددة للأراضي. لكن طبعا اللي شفناها في بداية الفيديو دي ترعة برضو ما اتعملتش، لكن في بيقولوا ان لان طبعا التربة الطينية التسريب بتاعها بيكون اقل من التربة الرملية، فمش محتاجة قوي عمليات التبطين دي، فالله اعلم هتتعمل وهيكملوا ولا لا. فاللي قدامنا دلوقتي دي ترعة معمول لها تبطين، لكن الهدف من الفيديو ان تشوفوا الاهمال والكمية الزبالة اللي محطوطة في الترع وجنبها. طبعا في البداية لما كانوا بيعملوا قالوا ان في غرامات هتنزل، اللي حد هيشتكي من حد ان رمى حاجة هيتعمل له غرامة وغرامة كبيرة كمان، لكن اللي شفناه واللي شايفينه غير كده خالص. المنظر مش حلو. الدولة صرفت كتير جدا عشان نوصل للمنظر ده، فالمفروض يعني نحافظ عليه اكتر من كده. كان من اول الدنيا خالص كان ممكن يحطوا كاميرات مراقبة مثلا، بحيث كل واحد يحافظ على الاقل قدام بيته قدام ارضه ما يكونش فيها الاهمال اللي احنا شايفينه ده. اللي هيتابع معانا لاخر الفيديو هيشوف مناظر اكتر من كده. طبعا عملية التبطين مش بس بتحافظ على المية وبتحافظ على التسريب، لا ده كمان بتدي شكل جمالي للترع. طبعا الطريق ده للناس اللي متابعانا من محافظة الشرقية. ياريت نتابع الفيديو للآخر عشان هنشوف في حاجات حلوة في حاجات وحشة، في ناس محافظة بصراحة قدامها على الشكل العام وعلى النظافة، لكن في ناس تانية. طبعا أنا حاولت أصور الزبالة أو القمامة اللي مرمية في المية نفسها. بصراحة المنظر مش حلو، لكن يتعالج. منظر مش حلو بس يتعالج. فاحنا من هنا بنناشد الدولة انها تشوف حل للوضع ده، لان كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله. يعني في البداية اول ما عملية التبطين دي اتعمل طبعا الناس كانت خايفة من الغرامة وكده، لكن واحدة واحدة بدأت الدنيا ترجع تاني اللي قبل التبطين كمان. يعني هو ده المنظر اللي كان موجود قبل التبطين. فأنا بحاول اهو اقرب من المية عشان تشوفوا المنظر من جوه عامل ازاي.